السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، أحلى متابعين في الدنيا، كل عام وحضراتكم طيبين. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الغريبة. عملناها السنة اللي فاتت واستخدمنا مج الشاي كمعيار. السنة دي بقى هنعملها بالجرامات ونستخدم الميزان بتاعنا القمر. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. عندي مقدار 500 جرام من الدقيق، نص كيلو من الدقيق متعدد الأغراض، 300 جرام من السمنة، أنا بستخدم سمن الشيراتون. عندي كمان 200 جرام من السكر الباودر. هنستخدم بقى الميزان بتاعنا القمر زي ما قلنا كده. وللناس اللي حابة تستخدم الأكواب تقدر ترجع للفيديو بتاعنا. زي ما قلت لكم حبايب قلبي، هنجيب بقى بولة وننزل بالسمنة بتاعتنا. السمنة بتاعتنا بعد ما وزناها على الميزان بندخلها بقى التلاجة علشان زي ما انتوا شايفين كده بقى ترجع تمسك نفسها تاني، تبقى السمنة معانا كده ماسكة نفسها ما تبقاش سايلة. وبننزلها زي ما انتوا شايفين كده في البولة. الموضوع بجد سهل وبسيط ويعني ما بياخدش مجهود ونتيجته حلوة قوي. بعد ما نزلنا بقى السمنة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، هننزل بقى بالسكر البودر بتاعنا. احنا عارفين ان الغريبة يعني سمن سكر ودقيق. هننزل بالسكر بتاعنا وهنستخدم بقى في الخطوة دي المضرب. طبعا اذا ما كانش متاح عندك ممكن تستخدمي المضرب اليدوي، ممكن تستخدمي ايدك، مفيش فيها مشكلة خالص. بنبتدي نشغل المضرب على سرعة هادية الاول علشان السكر بتاعنا بقى ما ينطورش، وبعد كده بنعلي السرعة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين كده بنلم الجوانب بالاسباتولا. بنبتدي بقى نضرب ونريح المضرب بتاعنا شوية، نضرب شوية ونريحه شوية على لحد ما تدينا القوام. عارفين قوام الكريم شانتيه؟ زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، واللون بتاعها يفتح بقى يبقى يعني قريب كده من لون الفوم. الموضوع سهل بجد، النتيجة حلوة قوي 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 قوي. والحقيقة موضوع الجرامات المرة دي ظبط معايا، يعني الحمد لله. السنة اللي فاتت الغريبة كانت طالعة حلوة قوي، بس برضو الحقيقة الميزان ده فرق معايا. والميزان ده على فكرة رخيص جدا، بس مهم جدا جدا في المطبخ للي يقدر يجيبه. طبعا مهم قوي قوي في المطبخ، بينفع. زي ما انتوا شايفين انا زي ما قلت بنضرب شوية وبنريح شوية المضرب. كده احنا حبايب قلبي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. الدقيق بتاعنا بنزل عليه بذرة بسيطة جدا من الملح قبل ما بنزل بالدقيق بتاعي على الخليط بتاعنا اللي هو السمن والسكر. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، الدقيق طبعا نخلاه مهما كانت جودة الدقيق، مهم جدا ان احنا نخله. وبنبتدي حبايب قلبي بقى نلم الغريبة بتاعتنا. طبعا احنا عارفين الغريبة ما بتتعجنش، احنا مجرد ما بنلم العجين زي ما انتوا شايفين. بس بصراحة الجوانتي تعبني جدا كان عمال يخرج من ايدي كل شوية واغيره. زي ما انتوا شايفين قررت بقى ان انا اقلع الجوانتي خالص. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، بناخد بقى حتة من العجين عشان نختبرها. في الخطوة دي بقى بنشوف وبنتأكد ان الغريبة بتاعتنا كده، يعني هي كده مثالية. الغريبة بتاعتنا ما شققتش ولا اي حاجة، الغريبة بتاعتنا كده مثالية زي ما انتوا شايفين كده معايا حبايب قلبي. بنجيب بقى صينية، ممكن تحطي ورق زبدة. انا بالنسبة لي بصراحة ما كانش عندي ورق زبدة النهاردة فما حطيتش، وبدأت اشتغل. طبعا الحجم بتاع الغريبة ده بيرجع لك زي التزيين بالظبط، يعني ممكن تزينيها برضو، ممكن لا، مفيش فيها اي مشكلة خالص. زي ما انتوا شايفين هنبتدي نكمل الصينيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم الفرن بتاعنا مشغلينه على درجه حراره 150، بس مهم جدا اقول لكم اننا لما بنشغل الفرن لازم بعد ما بندخل الصواني بتاعتنا نهدي النار بتاعتنا. هي ما بتاخدش اكتر من 8 دقايق في الفرن، لازم نهدي النار جدا. انا كان عندي فستق بقى سوداني زبيب، عملت جزء منها ساده. طبعا زي ما قلنا التشكيل الحجم والتزيين ده بيرجع لك، مفيش فيها اي مشكله خالص. هنروح بقى ندخلها حبايب قلبي. زي ما انتم شايفين معايا دي الصينيه اللي انا عملتها بالفستق. عايزه اقول لكم عملت معايا كميه حلوه قوي. هندخلها ونشوفها لما تخرج عامله ازاي.
هنا خرجناها زي ما انتوا شايفين معايا حبايب قلبي. وطبعا عايزه اقول لكم هي ما بتاخدش طبعا لون، بصوا، ودايبه خالص. الغريبه طالعه دايبه خالص، قد ايه حلوه جدا بجد، وطلع طعمها حلو قوي. العلبه اللي انتوا شايفينها دي كانت علبه بسكويت موجوده عندي، وهي اللي هحفظ فيها او هشيل فيها الغريبه بتاعتي. وهنا زي ما انتوا شايفين كده الغريبه بتاعتي زي ما قلت لكم، عملت جزء منها بالزبيب، جزء ساده، جزء بالفستق. كل سنة وحضراتكم طيبين. بتمنى من قلب الفيديو يعجبكم. ياريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ. مع السلامة.